ليجو جزئين سبايدر مان انتو اكروس سبايدر فيرس هما احسن فيلمين في تاريخ الكوميك بوك. حاسس انها متاخره شويه بس مش مشكله، يعني انا جاي اتكلم عن عمل فعلا هيغير مجرى الاعمال الفنيه اللي هتيجي بعده. احنا هنتكلم عن فيلم انيميشن، ولكن هو مش فيلم انيميشن عادي، يعني مش حاجه من نوعيه انتاج بيكسار ولا حتى من نوعيه انتاجات استوديوهات ال2 دي، ولكن هي حاجه متطوره شويه عن المثالين اللي ذكرتهم. حتى سامين سوني هم اللي طوروا الطريقه دي الى ان وصلوا انهم يقدروا يخلقوا رسومات تحسها خارجه من كوميك بوك، مش من فيلم انيميشن عادي. لا، رسومات بتكوين معين بطريقه رسم معينه معتمده اكثر على انها تكون شكلها كوميكي. ما اعرفش كوميكي دي توحى ليكوا بايه، بس يعني هي كوميك وليها تعود على مش مهم. الطريقه دي اسمها سي جي انيميتد بيكتشرز، وهي مزيج ما بين الانيميشن او الصور المرسومه وبعد كده تم تحريكها وكل الكلام ده كله مع سي جي اي، بس هم سموها سي جي ايه، كمبيوتر جنريتد انيميتد بيكتشر. عارفين انتوا الكوميك بوكس في حاجه كده بتميزها، او حاجتين بشكل عام بيميزوا اي مانجا او كوميك بوك، بس هنا دلوقتي هنتكلم بالاخص عن الكوميك بوك. الحاجه اللي هتميز الكوميك بوك في الاساس الاول طبعا وهي الهاف تون. الهاف تون هي اللي بتدي الكوميك بوك الطابع بتاعه، الطابع بتاع ان ده كوميك بوك. هما اسطمبة كاملة بقالهم 80 سنة شغالين بيها، ما بيرسموش غير بالطريقة دي. وايه الحاجة التانية في الأساس؟ الحاجة التانية هي الهاتشنج. الهاتشنج هو الشيء اللي بيدي حدة من التفاصيل اللي ممكن تركز على الشيء لوحده بشكل قوي جدا. بمعنى ان انت لو عايز تشوف حد معضل فرسمك ليه وانك تعمل شيدنج مش كفايه. الهاتشنج هو جزء كده كده من الشيدنج، ولكن الهاتشنج هو الطريقه الامثل في انك تعمل شيدنج لشخصيه قويه، بحسها كده يعني. فالهاتشنج والهاف تون هم اهم عنصرين في اي كوميك بوك، واللي بيميز الفيلم دوت في ان هو مش مختار عناصر صعبه ولا عناصر سهله. هو اصلا بدأ بحاجة مختلفة، بدأ بحاجة جديدة اتطور عليها. هي دي الفكرة. انت ممكن تشوف في الفيلم دوت قد ايه هم اهتموا بالانيميشن والرسم وكل التفاصيل الموجودة في الفيلم من 2018 لحد 2023. انت قعدت 5 سنين عشان تنتج جزء تاني منه، والحقيقة فعلا ان الفيلم يستاهل كل المدة دي. ليه؟ لان طريقة الرسم نفسها مش سهلة، وكده كده عارفين ان استوديوهات الانيميشن هي بتطول جدا في انها تنتج عمل فني ليه دعوة بالانيميشن. عشان كده الافلام اللي متصورة بكاميرا هي الستاندرد بتاعنا في السينما في الانيميشن. الانيميشن كده كده كلنا عارفين ان هو اصعب وبياخد مجهود اكبر واكتر بكتير. خلينا متفقين ان تقديم شخصية مايلز موراليس او سبايدر مان انتو سبايدر فيرس هو احسن سبين اوف في تاريخ سبايدر مان، مش عشان حاجه، بس عشان خاطر هو عارف فعلا يعمل تماسك في القصه وفي بناء قوي جدا للقصه. انت بتشوف الاحداث بتتوالى في حياه مايلز، لكن انت مش بتخلق شخصيات ملهاش لازمه وبتقعد تشتت نفسك بيهم طول الفيلم وتقول ان دوت الفيلن او العدو بتاعك او الشخصيه الشريره يعني يكن يعني. بس لا، انت هنا فعلا بتخلق عبء على البطل وبتخلق شخصيه عندها دوافع انها تعمل كده. بس فكر فيها، شخصيه مايلز موراليس هي شخصيه فريده. ليه؟ لان هو اتحط في ظروف عكس كل الظروف اللي اتحط فيها شخصيات سبايدر مان التالتة اللي عندنا. هو فعلا اتحط في ظروف مختلفة. انت بتتوالى في حياة مايلز بطريقة بتخليك فعلا تحس قد ايه ان لا، الفكرة دي مميزة اكتر واحسن بكتير في تقديمها عن كل اجزاء سبايدر مان التانية. هو احسن سبين اوف عشان هو عارف يعمل قصة متماسكة وليها علاقة ببعض، وعارف يخلق شخصية سبايدر مان من جديد، بس من غير ما يتفزلك، من غير ما يعرفنا ويشتتنا في فيلنز مالهمش لازمة. دلوقتي انت فاهم دوافع مايلز موراليس. انت دلوقتي شايف ان مايلز موراليس عايز ينتقم من كينج بين او عايز ينتقم من ويلسون فيسك لان هو قتل سبايدر مان، ده رقم واحد. ورقم التاني ان هو هيفتح بوابة المالتي فيرس، او هيسافر من عالم لعالم تاني، او هيجيب مراته من عالم لعالم تاني. بالنسبة لطفل عنده 14 سنة ساعتها هي حاجة في منتهى الجنان. انت عارف تخلق شخصية قوية، عالم خاص بمايلز موراليس احسن بكتير من العوالم التانية بتاعت توبي ماجواير او اندرو جارفيلد. وهي دي الفكرة بتاعت انك تخلق عالم متماسك وتخلق قصة ينفع تتحكي وتخلق صراع فعلا ان انت عايز تنقذ العالم من مشكلة هتحصل. وده بتشوفها في طفل عنده 14 سنة قدام واحد قتل سبايدر مان قدامه. وهي دي الميزة اللي بيقدمها الفيلم، ان ده طفل لسه بيستكشف نفسه او مراهق لسه بيستكشف نفسه. فالقصة هنا فعلا حلوة فشخ. يعني هنا بقى نقول ان ده احسن سبين اوف فعلا في تاريخ سبايدر مان. لو جينا للجزء التاني اللي هو كان اكروس سبايدر فيرس، انت ابتديت تشوف شخصيات كتيرة جدا
في عالم سبايدر مان، شخصيات فعلا ليها تأثير، وان هو مش مشتتك بكذا فيلن، ده بالعكس، ده هو كده بقى حب يعلقك بالفيلم اكتر ويوريك ان الفيلم اصلا ما فيهوش فيلن واحد. خد الكبيره بقى، انت انك تلاقي فيلن جوه الفيلم تحس ان هو ده الفيلن الاساسي اللي جاي ينتقم من سبايدر مان بسبب ان هو اخذ منه حياته، ان هو كان المفروض هو اللي يسلدغ من العنكبوت بدل من مايلز موراليس، ده لوحده جنون. وانك تلاقي فيلن بينتقم من مايلز موراليس بسبب ان هو انقذ حد، ده لوحده اجن. بس الفيلم فعلا ما عقدش اي حاجه ليها علاقه بالمالتيفيرس، او احسن فيلم اتكلم عن المالتيفيرس بشكل ما. هو فعلا الفيلم عرف يبيع الفكره دي بطريقه كويسه جدا، عرف فعلا يخلق شخصيات ليها تاثير على العالم، عرفنا نحكي قصه مايلز موراليس ونجيب شخصيات تانية معاه ليها دور مش بس كاميوز او ليها ظهور مثلا وتختفي من افلام تانية وايا كان هي بتعمل ايه، لا احنا جبنا شخصيات حقيقي فعلا مأثرة في العالم بتاع مايلز موراليس، ولكن ما بعدناش خالص عن شخصية مايلز موراليس. هذه الفكرة، انك لو انت عايز فعلا تقدم شخصية جنب شخصية البطل، سهل جدا تشوف الفيلم ده وتتعلم منه، لان تقديم شخصية مايلز موراليس بالشكل ده وان في شخصيات تانية بتساعده من غير ما نأثر على التايم لاين بتاعنا واحداث شخصيتنا، من اول ما هو اكتشف ان في حد اسمه سبوت او ذا سبوت هو الهدف بتاعه ان هو يقتل سبايدر مان او يدمر حياته او ايا كان هيعمل في ايه او ينتقم منه بسبب اللي حصل له، ده لوحده عرف يخلق صراع تاني في حياة مايلز. ان هو خلاص بعد ما استكشف شخصيته واستكشف نفسه وعرف القدرات اللي عنده، هو قاعد بيستكشف بقى اضرار اللي هو بيعمله. انت هنا دلوقتي بتشوف الجزء التاني احسن من الجزء الاولاني، الجزء ده اتعلق عن الجزء اللي قبليه، وده نادرا ما بيحصل ان الجزء التاني بيبقى احسن من الاولاني. بس فعلا الجزء ده بقى كان مبهر بصريا، كان ممتع جدا، ساعتين وعشر دقايق عمرك ما تحس فيهم بملل. انت طول الفيلم شايف اللون الاحمر بتاع بدلة سبايدر مان، طول الفيلم قاعد بتشوف كمية الوان وبتخش في عوالم مختلفة، تغيرات وتقلبات بتحصل في العلاقات ما بين سبايدر مان والناس اللي وثق فيهم. حقيقي الفيلم يعني عرف يقدم الكونفليكت، مش لازم تعمل كونفليكت يا عم، مش لازم تعمل كونفليكت، اعمل شخصيات زي سبايدر مان، يعمل شخصيات في عالم سبايدر مان زي فيلم مايلز موراليس اكروس ذا سبايدر فيرس. ليه؟ لان هو الفيلم معقدش الدنيا حواليه، جاب لك كل الشخصيات اللي من كل عوالم سبايدر مان ودخلهم في العالم بتاع مايلز موراليس من غير ما يعقد شخصيه مايلز موراليس او من غير ما يقنعك ان الفيلم ده مش بطوله مايلز لا الفيلم بطوله مايلز موراليس، وفي شخصيات دخلت ساعدته وقدمت حاجه في الفيلم وخلت الفيلم ممتع. وهي دي الفكره. كمان اوهارا او شخصيه اوهارا اللي هي بتاعت سبايدر مان 2099 شخصيه قويه، شخصيه فعلا عرفت تبين قد ايه ان الفيلن الوحيد اللي في الفيلم مش ذا سبوت، ده في كذا فيلن. يعني في فعلا صراع حقيقي، في صراع فعلا ما بين ان سبايدر مان دلوقتي المفروض ينقذ ابوه واهله ان هم ما يموتوش، وفي صراع ان هو هيأثر على العالم دوت. فانت بتشوف صراع قوي جدا ما بين شخصيه اوهارا وذا سبوت اللي عايزه تدمر حياه سبايدر مان او مايلز موراليس، وبعدين بتشوف تصرفات الشخصيه او بتشوف تصرفات مايلز هو بيحاول ينقذ ابوه. في الاخر هو مراهق، اي رد فعل تصدر منه فهتأثر على العالم بشكل كبير. وهنا الفيلم بينتهي بكليف هانجر غريب، كليف هانجر جامد فشخ. الفيلم الصراحه انتهى بطريقه ما كرهتنيش فيه، وفي نفس الوقت طريقه حمستني ان انا استنى الجزء التاني. بس الصراحه كنت نفسي اشوف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. يعني هي دي الفكره، ان هو حافة الجبل اللي فضل عليها احداث الفيلم مخليك دايما مستني اي حاجه تخص عالم مايلز موراليس. هو الفيلم فعلا عارف يعمل كل حاجه بطريقه مرضيه للجميع. المزيكا حلوه، الفي اف اكس حلو، الاكشن والفايت سين جامده جدا، الشخصيات اللي ظهرت في الفيلم فعلا قويه، الشخصيات اللي في الفيلم لسبايدر مان، حتى الفويس اكتنج نفسه حلو، الاوديشن بتاع الناس اللي بتعمل الاصوات دي او الناس قويه جدا. الفيلم فعلا هو احسن فيلم في عالم سبايدر مان، سواء هو انيميشن او لايف اكشن موفي. وبس كده حلقتنا خلصت النهارده. يعني ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، بصراحه الحاجات دي بتساعد جدا، واستنى اسمع لكم في الكومنتات. وبس كده.